ممثل بدأ في التسعينات من خلال مسرحيات ناجحة زي ألاباندا وحزمني ياه وعفروتو. اتحصر في الأدوار الصغيرة طول حياته، لكن دايما كان بيعرف يخرج من العمل والناس مشاورة عليه حتى لو كان عمل في مشهد صامت. ضيف الفنان فتحي سعد. ده لحم خرفان مطبوح في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير. الحمير دي بستعملها في الدليفري. بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. ها؟ دي وصيه، وصيه ابوك الله يرحمه. الله يرحمه وصاني ان انا ما فوتش ماتش للاهلي، وخصوصا المطوشه اللي بيغلب فيها 3. ما انت عارفاه كان اهلاوي متعصب. حقيقة والله. وانا احنا جايين ليه؟ يا باشا الحقني يا باشا، الجدع اللي جينا معانا ده مجنون، ده هيموتنا كلنا. الفنان فتحي سعد منورني. ربنا يخليكي، انت اللي منوره الدنيا. أول فقرة معانا اسمها لما كنت، عايزة أرجع فيها لبدايات حضرتك من الأول خالص. دخلت الوسط الفني إزاي؟ في الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا من صغري، يعني من عيلة فنية أساسا. كانت ليا عمة اسمها زوزو مصطفى، فكانت بتاخدني معاها وأنا صغير كده في المسرح يعني. فشفت العظماء، شفت الناس، شفت ناس عالم في الفن. شفت فؤاد المهندس، محمد عوض، فريد شوقي. فيعني انا بس مش عايز انسى حد، بس من صغري كانت بتاخدني معاها المسرح وكنت بشوف الناس دي. هو في 2 في الوسط الفني. الفنانة زيزي مصطفى، أي واحدة فيهم؟ لا، زوزو مصطفى. زوزو مصطفى. الفنانة زوزو مصطفى. زوزو مصطفى. فكانت بتاخدني معاها في العالم الجميل ده. بعد كده المسألة تطورت بقى، دخلنا في المدرسة بقى، كنت في الإذاعة المدرسية وبتاع ومش عارف إيه، لحد ما أنا وصلت إعدادي. إعدادي كان في المدارس مسرح، كان في مادة وكان في نشاط مسرحي كبير قوي، وكنا بنترجم القصص والمواضيع الإنشاء لمسرحيات. فالحكاية بدأت من هنا يعني. لحد بقى ما ظهرت حاجة اسمها بالنسبة لنا وزارة الثقافة أو أصول الثقافة. فابتديت أتجه لأصول الثقافة. اشتغلت فيها كتير جدا وعملت يعني أحلى مسرحيات في حياتي في قلب هذا الجهاز العظيم اللي هو وزارة الثقافة. إلى أن تعرفت على الأستاذ الكبير العلامة سمير العصفوري، وده بقى اللي خدني من الهواء وداني للاحتراف. عملت معاه بقى حاجات كتير جدا، منها حزمني يا بابا، عفروتو كده اوكي، ألاباندا. يعني مش عايز اقول لك، يعني احنا الجيل اللي قاعد بالمسرحيات ب5 سنين، ب5 مواسم. تخيلي بقى حضرتك مثلا كل يوم بنعرض لمده 5 مواسم، يعني 5 سنين. فأقل مسرحيه كانت بتقعد بال4-5 سنين. طبعا الاستاذ سمير العصفوري ده انا يعني لو قعدت اتكلم من هنا للسنه الجايه مش هوفيه يعني حقه،
هذا الراجل العظيم اللي علمنا يعني ايه مسرح، علمني يعني ايه خشبه مسرح، يعني إيه كل حاجه تخص المسرح الراجل ده علمها لي. فطبعا انا من هنا طبعا بوجه له الشكر وبوجه له كل حاجه انا فيها دلوقتي، يعني هو السبب فيها. عشان كده بشكره استاذ سمير العصفوري. في السينما ليك ادوار كتير. أيوة. بس ظهورك في فيلم ابو العربي كان مميز جدا. احكي لي كواليس المشهد ده. والله يعني انا عايز اقول الفنان الجميل هاني رمزي وده صديق عمري يعني، وعايز اقول ان ما كانش فيه فيلم بيعمله الا لازم نشتغل سوا يعني. فجه قال لي انا عندي فيلم ابو العربي، انا عايزك تقراه الاول وتقول لي ايه رايك. كنا ساعتها بنعمل عفروتو انا فاكر، فاخدت السيناريو قرينا فبتاع، قلت له جميل بس اهل بورسعيد ممكن يزعلوا مننا يعني لو عملنا الفيلم ده. قال لي لا ما حدش هيزعل. قال لي في مشهد محدش هيعمله الا انت. قلت له ايه؟ قال لي مشهد الحريقه ده. فقلت له طيب. ف يعني حضرتك عملوا ولعه يعني الشقه كلها ولعوا، حطوا ماده اسمها نابالم لو حضرتك تسمع عنها. طبعا. في الشقه كلها وولعوا فيها. يعني ما عملناش اضاءه، هي الولعه دي هي عملت الاضاءه، عملت وخش يا عم بقى في الحريقه. فكان من احلى واجمل المشاهد الموجوده في الفيلم. وخصوصا طبعا لما بيحبوا بعض كمان. ايوه. في وسط وسايبين العيال وكده يعني. فطلع من احلى المشاهد اللي موجوده في قلب الفيلم. وكمان كان في افيه جميل كده اللي هو يلا يلا يلا. دي كانت دي كانت اغنيه. ايوه عملوها اغنيه بعد كده. ايوه كان من الحاجات الجميله يعني. طبعا الحمد لله يعني. طب برنامج اديني عقلك كانت كمان من البرامج اللي عملت لك شهره كبيره، والبرنامج ده استمر يعني 15 سنه. اكتر من 15 سنه او يعني في حدود ال 15 سنه. مين رشحك ليه؟ يعني هو طبعا ابتدى بالفنان طلعت زكريا ومحمود الجندي، ناس أيوة كتير طبعا جدا اشتغلت مع علي العسالي اللي هو المخرج. فجيت شاف مسرحيات ألاباندا وجي قال لي انا عايزك معايا في كاميرا خفيه. فكنت متخوف قوي من المساله دي. قلت له بس انا ما. قال لي لا تعالى بس ومالكش دعوه وكده يعني. قلت له طيب. بقيت داخل التجربه وخايف يعني ما. وبعدين كان كمان في الاستاذ الكبير ابراهيم نصر. طب انا هروح فين في وسط الناس دي؟ فقال لي طيب نعمل تيست كده حلقتين ثلاثه وشوف نفسك يعني. قلت له طيب. فهي بتعتمد على الارتجال دي واحد. وانا يمكن اتميز في الحته دي شويه، في حته الارتجال ان هو بيديك الفكره او احنا نعمل ايه. نخش على محل، نخش في الشارع، نقابل ناس في كده، والباقي ده بتاع تسهيل ربنا بقى. فعملت 3 حلقات فعملوا بوم. فقال لي شفت مش انا قلت لك وكده. قلت له طب ماشي يا عم علي يعني نكمل. قال لي نكمل. وكانت البدايه من هنا. كان موجود طبعا الزميل منير مكرم وحسين مملوك ومحمد عيد اخونا أيوة. الصغير ده. ف جم اشتغلنا فتره مع بعضينا، وبعدين هم بطلوا. ابتديت انا اشتغل بقى مع علي على طول بقى في بقيه السنوات اللي فاتت دي كلها. طيب من وجهه نظرك بنشوف دايما برامج في رمضان بتبقى برامج كاميرا خفيه برضو. أيوة. وبتكلف تكاليف كتيره جدا وكبيره جدا. ولكن ما بتنجحش او بتستمر بنفس النجاح وبتعمل نفس الصدى اللي عمله برنامج اديني عقلك. ليه؟ هو انا عاوز اقول لحضرتك ان ساعات بيعملوا مقارنه يعني بين اديني عقلك وبقيه الكاميرات الخفيه الاخرى يعني. لكن احنا كنا بنتميز بايه؟ يعني مثلا ان هم عندهم لوكيشن واحد. يعني هو مثلا لوكيشن زي ده كده وبيتغير
الضحيه زي ما بيقولوا عليه. لكن احنا بننزل النهارده في قهوه، بكره في محل، بعده في الشارع، بعده في اسكندريه على البحر، النهارده في مطعم، في فندق. فاحنا اللوكيشن بتاعنا متغير. ايوه. فده كان بيعمل يعني ثراء للحلقه وبيديها كده نوع من الايه، من التجديد كل يوم. يعني انت عينك خلاص مش يعني كل يوم بتشوفي حاجه جديده، ما بيبقاش لوكيشن واحد. هو ده بس كان الفرق يعني. يعني تانية صحيح يمكن كان بتتكلف مش عايز اقول لك يعني فلوس كتير جدا يعني، لكن احنا بادواتنا البسيطه اللي والله كان عربيه التلفزيون والكاميرا وبقى بتاع تسعير ربنا. وكان فيها تلقائيه يعني جداً. يعني البرنامج نفسه كان فيه تلقائيه لانه مع الناس في الشارع، فكان ده بيبقى حلو، بياخد يعني مثلا بنجيب مثلا حد يعمل مذيع او مذيعه، اي حد ماشي في مساء الخير تعالى ممكن يسجل معاك. طب انت بتعمل ايه في رمضان، اخبارك ايه؟ فانا اروح داخل في النص. فكان ساعات طبعا بيحصل ان هو في ناس بتعرفني يعني. ايوه. فكنا بنشوف حد تاني، فبندينا كده نظره في البني ادم اللي هو ماشي في الشارع ده، اللي هو مثلا ايه، بيبقى فيه سمه كده في ناس معينه ان هو مش متابع قوي موضوع التلفزيون وكده يعني. فده كان بيبقى جميل بقى في الموضوع، ان احنا بنشتغل عليه، ده بيبقى زي الفل يعني. يعني مثلا بنقول له هنعمل مسابقات، مين اللي بنى الهرم مثلا؟ فانا اروح داخل على طول السؤال مش ليا مثلا، اقول له الاستاذ خوف. استاذ ايه بس؟ يا عم السؤال مش ليك، ده ليا انا. اقول له يا عم انت مش عارف حاجه، انت راجل، ده انت دارس تاريخ، انا راجل دارس تاريخ. طيب مين مثلا عمل كوبري قصر النيل؟ فانا اقول الملك فاروق. يا عم السؤال مش ليه. ما كانش بيبقى فيه اتفاق على المواقف دي زي ما بنسمع دلوقتي في برامج موجودة انه بيتم الاتفاق عليها قبل البرنامج؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجة. احنا يمكن كنا مختلفين شوية، انا مش هكدب عليكي. يعني ساعات في نص الحلقة بيعرفني ساعات، فالاخر يقول لي لا يا عم ايوه بس انا عرفتك انت بتاع الكاميرا خفيف. يا ده احنا مصورين 3/4 الحلقة، فانت جاي تبوظها لنا على اخر ربع. فساعات نقول له نكمل بامانه يعني. ايوه. لكن ان انت تجيبي حد تتفقي معاه ما يبقاش المساله بتبقى باينه يعني، بتبقى يعني انت كمتفرج، احنا شعب اساسا ابن نكته وفاهم يعني يعني متذوق المساله، فبيعرف ان ده صح يعني، ده متفق عليه ولا لا. فاحنا كنا بنستدعي الناس من الشارع، من على قهوه، انت واخد بال حضرتك، محل نتفق معاه ان احنا نبقى صنايعيه عندك. أيوة. ويخش زبون مثلا، فاحنا نعمل كذا كده. لكن اتفاق وكده لا، ما بيحصلش. لا ما فيش. لا. طيب حضرتك بقالك فتره طويله في الوسط الفني. أيوة. وبالرغم ان ادوارك دايما مميزه وبتسيب علامه، ولكن بنلاقي دايما ان مساحتها بتبقى صغيره، ليه؟ والله بصي انا مش يعني انا السؤال ده بقيت اساله حتى لنفسي يعني. هم طب ما الناس دي ما عارفيني كويس وعارفين حتى لما بيجي يعلنوا على الفيلم في التلفزيون ان الفيلم ده هيجي، بيجيبوا المشاهد بتاعتي. طب لما انا الى حد ما مش عايز اشكر في نفسي اقول مميز، طب ليه ما يبقاش في مساحات اكبر، او مثلا منتجين، المخرجين يعني مش عارف يعني مش يعني اللغز ده انا مش فاهمه. لكن انا راضي الحمد لله. انا يكفي يعني ان اي فيلم ليا او اي فيلم بيتعلم بالمشاهد بتاعتي، وده الحمد لله يعني. طيب يعني حضرتك بتقول انك بتكلم نفسك او بتسال نفسك السؤال ده، ما فكرتش تطرحه على منتجين او مخرجين او فنانين من نجوم الصف الاول، ان هو ليه فتحي سعد مش واخد حقه في الادوار؟ انا مع حضرتك، لكن انا يعني اشتغلت مع نجوم مصر كلهم، واشتغلت معاهم لما هم كانوا لسه حتى في البدايات وكده، وهم عارفيني كويس جدا.
لكن يعني مش عارف، يعني ما عنديش حته ان انا اروح لحد ان انا اقول له ايه يا عم، وانا مش الحكايه والروايه وبتاع مش عارف ايه. بس يعني تقيله عليا انا. لان دلوقتي المساله ما بقتش زي الاول. وبعدين يعني ما فيش حد يعني على مستوى العالم العربي ما يعرفنيش، حتى لو مش عارفني اسما عارفني شكلا. فانا مش عارف هم مش عايزين يستغلوني ليه. يعني انا مش عايز اقول اتظلمت، لكن انا عايز اقول اين انا من الخريطه بتاعه السينما او الفيديو. يعني مثلا السنه دي مثلا في كام مسلسل، انا ولا مسلسل فيهم مثلا. يعني هو انا لسه كنت هقول لحضرتك يعني ولا مسلسلات كدراما يعني ولا افلام بنلاقي حضرتك موجود فيها، يعني متواجد دايما في المسرح. ايوه. يعني لا انا مش عايز ليه ده؟ يعني هو طبعا المساله مش تصنيف، يعني ان هو انا بشتغل مسرح كتير عن الفيديو وكده، لكن كان زمان المنتج والمخرج والمخرجين والمنتجين لما بيعرضوا فيلم في السينما كانوا بيقفوا بعد الفيلم ما بيخلص، بيقفوا في قلب والناس خارجه بيسمعوهم، بيشوفوا انطباعهم، كلامهم عن الممثلين. كان يقولوا الفيلم جميل بس كان في واد ايه مش عارف ايه كان بيعمل ايه، الواد ده جامد قوي، وفي مش عارف ايه لا كان اداؤه رائع جدا. كان يسمع، فكان يجيب الفنان يلمعه بقى لما الناس بتتكلم في حقه كويس بيجيبه. لكن دلوقتي ما بيحصلش كده. انا لنفسي بسالهم اهو، انا اهو على الهوا اهو بقول لهم اين انتم مني؟ لكن الحمد لله انا عايز اقول ان انا ما فيش حاجه عملتها ويعني وما خدت يعني عايز اقول مشهد حتى لو صغير، اي مشهد في اي فيلم الحمد لله بيتميز الفيلم بيه. يمكن ده اللي ضايقهم ولا شايف انه العلاقات في الوسط الفني بتفيد في ان هي تجذب ليك الادوار او تديك مساحه اكبر في الدور؟ وخصوصا ان انا سمعت قبل كده انك قلت ان الفن قايم على الشلاليه. ففتحي سعد ما حاولش ان هو يدخل في شل او يكون له علاقات علشان تفتح له المجال لمساحه اكبر في ادوار اكتر؟ لا انا عاوز اقول لحضرتك هو علاقات يعني الفن علاقات، لكن احنا جيل ما تعودش ان هو يعني ان هو يفرض نفسه او مثلا في طابع التباتة والغلاسة ان هو يروح ومش عارف يعمل يعني ويتكلم ويفرد الكلام ده. يعني انا ما نعرفوش، يعني مش عندنا. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، يعني ساعات النهارده خش اي لوكيشن هتلاقي مثلا 2 3 معروفين في الوسط والباقي ما تعرفوش. مين دول؟ ده قريب فلان، ده جاي مش عارف ايه، ده يعني حتى ما بيحترموكيش، يعني حتى ما بيعملوش حتى مثلا للناس القديمه دي اي اعتبار. طب ليه؟ زي ما بتجيب ده هات ده. اقول ايه؟ يعني مثلا انا كنت اتكلمت في برنامج قبل كده وكان معايا الجميل الفنان محمد امام. يعني الراجل ده يعني الشاب ده اللي كان اول ما اخش اللوكيشن يقف ويديني الكرسي بتاعه او ينده على الراجل المساعد بتاعه يجيب لي كرسي ويقعدني. يعني هو نجم وبطل يعني، لكن فاهم، لكن عارف، متربي بمعنى أصح. نجم ابن نجم. فده بيخلق عنده بالظبط الروح الفنان الاصلي. والراجل الجميل ده دخل معايا على الهوا ساعتها لما كنت فجأة كده وكتب على صفحته ان انا سعيد ان انا اشتغلت معاك هذا النجم. لكن اين انا بقى من الناس التانية اللي هي فينا؟ لكن هنقول ايه؟ لكن عايز اقول لهم ان انا موجود الحمد لله، صحيا كويس، فنيا كويس،
يعني عايزين من ايه من الفنان اكتر من كده، ومعروف على مستوى العالم العربي كله. انا ناقصني ايه؟ مش ناقصني حاجه، ناقصني بس شات المخرجين والمنتجين ياخدوا بالهم مني شويه يعني. طب وهل النقابه من وجهه نظرك ليها دور في ده؟ عايز اقول لك على حاجه، النقابه مش مقصره بصراحه يعني، على راسهم طبعا الدكتور اشرف زكي، لكن ما هواش يعني ما هماش اداه لتشغيل الممثل، بمعنى انه احنا كتير، احنا كفنانين كنقابه احنا كتير، وبعدين الشركات يقول لك لا ده عرض وطلب ما تفرضش عليا حاجه، لكن الدكتور اشرف بيقول لا لازم اعضاء النقابه يشتغلوا. اوكي. لازم اعضاء النقابه يشتغلوا، وعلى قد ما يقدر بيوفر لهم شركات، وبيبعت الممثلين علشان او بيفرض على الشركات دي ان الممثلين دول لازم يشتغلوا مهما كان الوضع، لازم يشتغلوا. يعني انت ليك في المسلسل تجيب 10% من بره 10، لكن بقيه ال 90% لازم يبقوا من الناس النقابيين. طيب شايف ان الشركات دي بقت تختار دلوقتي الممثل على اي اساس؟ الدنيا يعني عايز اقول الخريطه الفنيه اتغيرت، بمعنى يعني بره لما الممثل بيقدم او بيكبر بيزيد سعره في كل حاجه، ادبيا ماديا اعلاميا، لكن هنا عندنا بيموت. يقول لك يا عم بقى خلاص بقى راحت عليه، مفيش حاجه اسمها راحت عليه. فريد شوقي جه فتره الله يرحمه بعد ما كان ملك الترس والراجل الهيلمان الكبير ده كله، فما بقاش بيجي له شغل. طب يعمل ايه؟ فبقى ينتج لنفسه، بقى ينتج، فخلاص بقى يعمل مسلسلات على حسابه او شركته يعني بمعنى اصح، فابتدى يقوم نفسه من جديد. بدات الشركات بعد كده تبعت لفريد شوقي، عرفت ان هو لسه الراجل بسم الله ما شاء الله وكده يعني. كبر يا عم خلاص بقى شوف بقى حد تاني وبتاع مش عارف ليه. ده الخبره، ده اللي هيفيدك، ده اللي يعني يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. انا سمعت كمان من فنانين انه يعني بعد ما العمر جري بيهم في الفن، فدلوقتي علشان حتى لما يجي لهم دور فبيقللوا في الاجور بتاعتهم زي ما حضرتك بتقول، مش بس مساحه الدور ده، حتى في الاجور. يعني بدل ما يستفيدوا من خبرتهم في التمثيل او الخبره الفنيه اللي عندهم، لا هم بيقللوا الادوار وبيقللوا المرتبات. فهل ده صح فعلا؟ كمان كده يعني وتقليل في الاحترام. يعني كمان. مثلا بيجي عشان حتى يبقى ليه مكان هيقعد فيه، يقول يا عم قعدوا بقى مع فلان بقى وبتاع. يا عم ما هو يشتغل لنا، وده انا شفته وسمعته. الله، يعني الراجل الجهبذ ده، الراجل ده اللي كنتوا انتوا صغيرين كده ودول عمالقه، جاي النهارده تعاملوا بالمعامله دي، اذا كان ماديا ولا ادبيا ولا شكلا ولا اخلاقيا حتى. لكن احنا لازم نتعلم، لازم يعني نرجع للاخلاق الفنيه، ان نتعامل مع الناس باحترام، نتعامل مع الناس على قدر يعني موهبتهم وعلى قد عمرهم وكده. لكن احنا دلوقتي مين ده؟ ده فلان اخو فلان، وماله، اهلا وسهلا، تعالى وخد واعمل. ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ لا يعني الموضوع بقى مؤثر نفسيا اكتر من اي شيء تاني. بالظبط بالظبط. يعني انت النهارده لما يجي حد يشتغل ويتعامل المعامله دي، بيروح بيته مصدقيني مقهور، والله اقسم بالله. انا اعرف فنانين زمايلي بيقولوا يعني بيروح بيبكي، يبكي من اللي هو شافه، من المعامله، ومن ايه، من جيل يعني كان يتمنى بس يتصور معاه. ليه؟ ولو اتكلمنا عن فتحي سعد، جاله يوم وبكى لانه ما جالوش ادوار او ما مش بيجيله ادوار؟ لا انا عايز اقول لحضرتك هي مش مساله ادوار، هي مساله يعني التواجد. يعني انا تقدير يعني مثلا انا مره بعت لي ان انا اعمل كاستنج،
قلت مش مشكله، يعني كلنا بنعمل كاستنج. فنانين كبار بره بيبقوا مشهورين جدا ومع ذلك بيعملوا كاستنج، مش مشكله. لكن تتعاملي لو معامله يلا يا استاذ يلا يلا لا حضرتك مش عارف اقف، ايه يا عم في ايه؟ انت مين؟ انت على بعضك مين انت؟ وفي منتهى قله الذوق. فطبعا ده الحاجات دي بتاثر علينا نفسيا، يعني بتخليني يعني انت دلوقتي بتبعت للفنان ما انت عارفه وعارف تاريخه، ما تجيش تقول له خد لي اقرا المشهد ده. او يعني الكاستنج ان انت تيجي تشوفه انت في دور معين مثلا شايف فيه الفنان ده، هات الدور نفسه وقول له قول معايا، انا عايزك تقول معايا عشان انا مختارك في الدور ده، هشوفك تصلح فيه، يمكن انا مثلا أيوه. بأدب باحترام كده بتاع. واللي يعمل لك الكلام ده يا اما المخرج يا اما المخرج المنفذ، ما يبقاش واحد في مكتب ملوش اي حاجه في اي حته. بتبقى بمثابه اهانه للمشوار الفني للفنان. بالظبط. لكن ده بيأثر علينا احنا نفسيا، بيخلي الواحد يبقى مروح بيتهم او ماشي يفكر ان ازاي مثلا بعد يعني العمر ده وبعد اللي ربنا يعني الفن اللي الواحد اداله عمره كله انه يتعامل كده. يعني هنقول ايه بقى؟ طب لو قلنا فتحي سعد، اتفضل. دخله دلوقتي منين غير الفن؟ انا ما عنديش حاجه غير الفن، والناس كلها عارفه كده. يعني ما عنديش حاجه املكها، ولا عندي مشروع، ولا عندي مثلا حاجه ممكن استند عليها غير الفن. يعني يمكن بشتغل مسرح، يعني عندي بشتغل مسرح الدوله. طب معلش سامحني، يعني حضرتك بتصرف منين؟ عايش ازاي؟ ما بص حضرتك، انا الحمد لله يعني عندي ولادي كبار مش صغيرين، بيشتغلوا وعايز اقول، وده مش عيب، ان انا بقول الوقت ده مش عيب، اكيد مش ان هم بيتحملوا جزء معايا من المصاريف في مصاريف البيت، انهم كبروا بقى وبيشتغلوا كده. واذا كنت انا بعمل مثلا عمل مسرحي او عملين مثلا، او بايه حاجه بتشيل حاجه كده، او حاجه بتسند حاجه زي ما بيقولوا يعني الحمد لله. بس يعني عايز اقول انا يعني زعلان على نفسي، زعلان على الناس. يعني الناس في الشارع بتقابلني، يعني مش عايز اقول لحضرتك، هو يعني انتوا كمنتجين ومخرجين محتاجين ايه اكتر من بني ادم يبقى مشهور معروف للناس والناس حباه وبتساله اعمالك ايه، هيرد مش عارف يقول لهم ايه، مش عارف يقول لهم ايه. ف يعني مقومات الفنان عندي. طيب اقول ايه؟ طيب لجأت للتيك توك علشان تفكر الناس بيك الفترة اللي فاتت دي؟ والله اتجهت شويه للتيك توك عشان يبقى فيه نوع من التواصل. يعني مش بس مسألة مادية يعني وكده، على قد ما انا عايز اشوف الناس، هل الناس لسه فاكراني عارفاني وبتاع. فلقيت انا مش عايز اقول لحضرتك اذا كان على مستوى الوطن العربي، اذا كان من ليبيا من السعوديه من تونس من المغرب، عايز اقول لك بيخش لي ناس انت فين؟ احنا بنحبك، احنا بس كفايه ان احنا بنشغل لك حاجاتك ونقعد نتفرج عليها وبتاع. فيا ريت الناس دي يعني المخرجين والمنتجين يسمعوا الكلام ده او يعرفوا الكلام ده. فما هقول ايه بس؟ هو انت فعلا يعني هو انت فين حتى من التكريمات اللي بتحصل للفنانين؟ يعني انت بتتضايق من حاجه زي كده لما بيحصل اي تكريم وانت ما بتبقاش تتكرم في الوقت ده؟ طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك يعني الله يرحمه الفنان الكبير العظيم حسن حسني، يعني قال لهم كلمه كويس ان انتوا كرمتوني قبل ما اموت، وده حسن حسني الراجل اللي ابتلع على كتافه فنانين مصر اللي انت شايفاهم حاليا دول، نجوم مصر دول قايمين على كتاف الراجل ده.
فقال لهم انا اشكركم ان انتوا كرمتوني قبل ما اموت، ومات بعديها الراجل ده حقيقي. بفتره بسيطه يعني. لكن لما بشوف مثلا يعني نوع من التكريم، او مثلا مهرجان سينما بتاع مش عارف ايه، ومحدش بيبعت لك، ولا هتبعته لمين؟ يعني وبشوف ناس في قلب المهرجانات دي، والله ما ناس معروف ملهاش علاقه بالوسط الفني. يعني البس لهم فستان عريان عشان ابقى مش عارف ايه، اروح لهم. فيعني ما اعرفش، برضه هي برضه بتبقى مش عايز بس يعني ابقى يعني قاسي على حد، بس برضه هي بتخش تحت بند المجاملات يعني. المجاملات. طبعا. طيب. لكن ربنا موجود، هقول ايه. ونعم بالله. نروح لفاصل ونرجع بفقرة جديدة. فقرة بيت على الجرح. بيت على الجرح. هقول لحضرتك مواقف وتقول لي حصلت معاك ولا ما حصلتش. حصل انه كنت بتكتب لفنانة كبيرة ونجمة كبيرة إفيهات علشان تقولها على المسرح ولا ما حصلش؟ لا، هو مش بالمعنى ده. يعني انا اتعودت لما اكون شغال مثلا في اي حاجه، مسرح، سينما، فيديو، اي حاجه، وبنقفش حاجه حلوه لبعضينا. يعني مثلا اجي اقول ايه، طب هي لو قالت كذا انا اقول كذا، هي تقول كذا، ما في حلو، طب ما نقول. او هي شغاله مثلا في مشهد مع حد، فانا اقفش حاجه مثلا اقول طب ما تقولي كذا، هو يرد يقول لي كذا. لكن اقعد اكتب مش عارف ايه وكده ما كانش بيحصل. ده حقيقي يعني. يعني حته ان المساله دي اتسالت فيها كتير جدا. انت كنت بتعمل مش عارف للفنان الفلاني، انت كنت بتعمل مش عارف. يا جدعان لا، احنا كزملاء احنا بنبقى يعني بنعمل مسرحيه، بنقعد مثلا بالثلاث سنين ولا 4 سنين، فكل يوم بنشوف المسرحيه، فكل يوم بيبقى فيه جديد، بيبقى فيه إفيه طالع، فيه فكره تانية، فيه كده يعني. فهو ده. لكن اقعد اكتب لحد، او مثلا اخد نص مثلا اقعد اقراه عشان اركب افات الكلام من ده، لا ما بيحصلش. ده حقيقي. طب حصل انك قعدت 10 ايام في البيت مكتئب بسبب مساعد مخرج لمسلسل كنت رايح فيه علشان تسلم او تشوف دور وتسلم على زملائك، ولا ما حصلش؟ لا حصل طبعا، حصل. طب ايه اللي حصل؟ هو يعني انت عارفه لما تبقي رايحه مكان يعني انت عندك مش عايز اقول امل ان انت رايحه، يعني انت رايحه فرحانه ان انت رايحه للزملاء، وفي نفس الوقت يعني رايحه بتسعي عشان تشوف شغل وكده يعني. فتتقابلي بالجفاء، او تتقابلي اللي هو يعني في حد يعني مش عايز اقول ملوش ولا قليل الذوق ولا اللي هو يكلمك بعجرفه، يكلمك اللي هو انك ضيف غير مرغوب فيه. يا راجل انت عارف انا جاي لمين؟ انا جاي للي مشغلك اساسا. اللي مشغلك ده كان في يوم من الايام معايا، فجاي لزميل. وكوني ان انا جاي لزميل انت تستعملني وجاي بسال مثلا ايه الدنيا وبتاع ومش عارف ايه، فيتقال ان شاء الله لو في حاجه مناسبه هنبعت لك. انت عارفه انت شويه دول. طب هل السؤال كان ليه هو شخصيا ولا السؤال لحد تاني وهو تدخل ورد؟ يعني تخيلي ان هو اللي تدخل. هو اللي تدخل في الحوار. يعني انا ما وجهتلكش او ما جيتلكش، ما قلتلكش، ما اتصلتش بيك، ماليش دعوه بيك.
انا زي اي فنان جاي للزملاء في الاستوديو بقول لهم مبروك وكده، فالدنيا في حاجه مناسبه بادب باحترام. لا ان شاء الله لما يبقى في حاجه مناسبه نقول طب انا جيت عندك، انت مين حضرتك؟ فطبعا رد نسيم من الناس يعني، قال له يا استاذ انت عارف استاذ فتحي ولا مش عارفه؟ عديت يعني ال10 دقايق ولا الربع ساعه اللي انا قعدتهم وخرجت، عايز اقول لحضرتك لحد دلوقتي الموقف مؤثر على حضرتك؟ مش بعد العمر ده ان الواحد يتعامل بالشكل ده. طيب معلش انا اسف. يعني انا اللي بعتذر لحضرتك، بس يعني دموعك غالية علينا، وخليني اسال، يعني هو حضرتك بالاحساس اللي عندك والشعور لحد دلوقتي بالزعل والالم الداخلي ده، حضرتك ما حاولتش تتواصل مع النقابه او تشتكي او تقول لاي حد اللي حصل؟ لا المساله مش، بس انا مش كنتش راح اطلب شغل مثلا بشكل فج مثلا، او المساله مساله تخصنا مش تخصش النقابه. مساله يعني لو بعتني النقابه ممكن اروح اقول لهم ان انا رحت وقالوا لي كذا، لكن انا رايح لزمايلي. ايوه انا رايح لزمايلي. ايوه وراح لنجوم مش راح لاي حد يعني. وبعدين هم صحيح ردوا غيبتي الناس اللي كانوا موجودين، بس المساله طبعا ما عدتش عليا كده، ما عدتش عليا كده. لكن النجوم تدخلوا وقتها او زمايلك تدخلوا وقتها ان هم لا ردوا بصراحه عشان ما يبقاش كذاب يعني. واحرجوه يعني، قال لهم لا انا ما اقصدش، انا والله ما اقصد، انا بس يعني لما لقيته بيقول يعني ان هو جاي بيشوف شغل، فانا بقول اللي عندي. طب هو حد سالك؟ حتى مين لو الشخص اللي اثر فيك قوي كده؟ يعني اسمه ايه؟ لا طبعا انا المساله مش مساله، والله ما كنت اعرفه. والله ما كنت اعرفه ولا عرفته حتى بعد الموقف؟ ولا حاولت حتى انا اعرفه شكله. يعني حتى ما سالتش مين ده ولا، لكن انا اول مره اشوفه. يعني اول مره اشوفه. وعايز اقول شركات الانتاج والكاستنج بيجيبوا ناس، يعني ما بيجيبوش فنانين، ما بيجيبوش ناس عارفه يعني ايه تعامل، ولا بيجيبوا اي حد في اي حته بيتعاملوا مع الناس. لكن انت النهارده لما بتجيب حد فاهم، حد محترم بيتعامل مع بشياكه حتى، يا سلام، ده احنا نتمنى ان انت حضرتك تشتغل معانا، بس والله لو في حاجه مناسبه يعني الكلمه الطيبه صدقه حتى يعني. لكن انت تتعامل بجفاء كده ومش عارف اقول لحضرتك ايه. لكن عايز اقول برضو ان هم مش الحق عليهم، هم الحق مش عليهم، هم حق على الكاست الفني الحقيقي، اذا كان المخرج او المنتج. طبعا هم دول اللي يتسألوا في اللي حصل ده. لكن الحمد لله. لكن انا عايز اقول لك حضرتك، يعني انا جيت فتره تعبت ودخلت المستشفى، قعدت في الرعايه حوالي 15 يوم كده وبتاع. عايز اقول لحضرتك يعني الحمد لله النقابه وقفت جنبي، على راسهم طبعا الدكتور اشرف زكي وكده. وعايز اقول لك في فنانين لما عرفوا، انا ما بحاولش اكتب على الفيس مثلا ان انا بيحصل ده اللي هو، لكن واحد صاحبنا كتب ادعوا للفنان فتحي ان هو يقوم بالسلامه وبتاع. فلقيت فنانين
وشباب نجوم طالعه بتوع مسرح مصر، منهم مصطفى خاطر ومحمد ثروت. انا مش عايز اقول لك حضرتك جوني المستشفى وقعدوا معايا وبتاع ومش عارف ايه ومش عايز اقول لك حتى عرضوا حاجات ماديه كده وبتاع. كنت فرحان ان جيل زي ده. صحيح انا اعرفهم هم صغيرين وكنت بخرج لهم هم في الجامعه وبتاع مش عارف ايه، لكن جوني ووقفوا جنبي وفرحت وجيل يعني جميل، جيل جميل يعني ما جاتش من ناس تانية، ما جاتش من بعض المخرجين اللي هم اصحابنا او مثلا المنتجين اللي هم برضه معرفه، يعني ما حدش سقى وزي اي حد بقى عادي يعني يا عم، مش انت فاهمه؟ طب لكن لما ربنا برضه بيبعت لك شوفي يعني شباب زي نجوم مصر دول لما يجوا لك المستشفى وعلى رأسهم برضو عشان مصطفى خاطر بالذات يعني. أنا طبعا بعتذر لحضرتك عن أي موقف ضايقك، وبعتذر لكل فنان الحقيقة متعنا وبقى منسي عند المخرجين والمنتجين لأسباب لحد دلوقتي احنا مش قادرين نفهمها، أو لأي شخص ممكن إن هو يسمح لنفسه إن هو يعرض فنان أو مشوار فنان للإهانة. فأنا بعتذر لحضرتك. حضرتك تشرب العصير، هنطلع لفاصل ونرجع لفقرة جديدة. ما تيجي ندردش؟ يلا بينا. هسأل حضرتك أسئلة وهديك إجابات، تختار اختيار واحد. اوكي ماشي. أكتر فيلم الناس بتكلمك عن دورك فيه؟ يانا يا خالتي، علي سبايسي، ميدو مشاكل. ميدو مشاكل. بما إنك اشتغلت مع شباب مسرح مصر وتعرفهم عن قرب، مين أكتر فنان بيضحكك وبيعرف يقول إفيهات؟ حمدي المرغني، مصطفى خاطر، علي ربيع؟ لا هو انا عايز اقول لك ان كلهم بيضحكوني بامانه. انا بحبهم جدا وبحب التلقائيه اللي فيهم وبحب فيهم الروح ان هم بيكملوا بعض وبيفرشوا لبعض. لكن حمدي يمكن شويه مميز شويه هو وعلي يعني بصراحه يعني. مين أكتر نجم فيهم بيدي الفنانين المساحة للارتجال؟ محمد هنيدي، أحمد حلمي، هاني رمزي؟ لا هاني رمزي. هاني رمزي. شايفه أكتر مسلسل كوميدي حقق نجاح مع الناس بعد مسلسل الكبير؟ نيلي وشريهان، عايزة اتجوز، اللعبة؟ لا نيلي وشريهان. نيلي وشريهان مع ان انا كنت في اللعبه، انا كنت شغال في اللعبه، بس نيلي وشريهان مسمع شويه. اكتر مسرحيه خدت حقك فيها كممثل من ناحيه الدور؟ ألاباندا، كده اوكي، عفروتو؟ لا ألاباندا. ألاباندا يعني هو كده اوكي برضو انا بتكلم مساحتي في المسرح كانت بتبقى اكبر، لكن انا بقول على الدور اللي علم شويه مع الناس او كنت فيه يعني واخد حقي كده وبتاع ألاباندا صراحه يعني. خلصت اسئلتنا، هنروح لفاصل ونرجع باخر فقره. يلا بينا.
معانا لفقرة نفسي. نفسي خليني أسأل حضرتك، لو رجع بيك الزمن هيبقى نفسك تدخل الوسط الفني وتمثل، ولا كنت هتشتغل حاجة تانية؟ لا، ما اعتقدش ان انا كنت اشتغل حاجه تانية. ممثل. من صغري وانا يعني الموضوع في دمي. يعني ما ينفعش اعمل حاجه تانية، يعني ما ينفعش اعمل حاجه تانية. طب وإيه الدور اللي نفسك تعمله دلوقتي؟ لا، هي الناس شافتني وانا يعني كانوا مصنفيني شويه ان أنا يعني دم خفيف وكوميدي وكده، لكن اللي هم ما يعرفوش ان انا يعني بعمل ادوار جاده جدا بعيدا عن الكوميدي خالص. يعني في مخرج مراد منير، مخرج مسرحي يعني، جه عرض عليا بطولة مسرحية، راجل مطحون وراجل الدنيا جاية عليه، ويعني كانت رواية عالمية يعني. فقلت له أنا أعمل ده. قال لي اه. قلت له أنا؟ قال لي مالكش دعوة يا عم. يعني المهم قلت له طيب. فكان معايا الزميلة انتصار وعملت المسرحية دي. انا ولادي ما كانش لما دخلوا شافوا المسرحيه قالوا لي انت مين؟ انت ده مش ممكن تكون ده. فالجانب الاخر بقى اللي انا عايز اقوله ان انا عملت شخصيه ما قلتش افيه، ما خرجتش عن يعني تقعدي تعيطي فعلا من الدراما بتاعت الدور يعني وكده. فنفسي اترجم ده بس في الفيديو او السينما، اوريهم الجانب الاخر، يعني مش عايز اوريهم الحاجات الكوميديه كده يعني. فده نفسي. وانا كمان نفسي ان اشوف حضرتك في ادوار تاني وتنور الدنيا تاني، وترجع بادوار بمساحات اكبر، وتعرف تاخد حقك في الوسط الفني، من ادوار ومساحات لادوار، ونشوفك منور الدنيا كده. باذن الله. انا وكل سنه وحضرتك طيب، ونورتني طيبة. وشرفتني حقيقي. ربنا يخليكي واشكرك، وكل سنه وانت طيبه، والعالم العربي كله بخير يا رب. ربنا يخليك. ميرسي. خلصت حلقتنا، واستنوني في حلقه جديده وبرنامج المنزل.